كام ساعة كده قعدت أفكر، عرفت إن علاقات الناس بتتغير. صاحبك اللي كان حبيبك من كام سنة ولا من كام يوم هيتغير معاه. ممكن كان زمان قادر يساعدك ولكن ظروفه ما تسمحش إن هو يساعدك دلوقتي. ناس بتكرهك من غير سبب، ناس بتغير منك من غير سبب. مشكلة معاك محدش هيحلها. كل الناس علاقتها بتتغير معاك على حسب شهوتهم، على حسب الإنسان اللي أنت فاكره صاحبك ده ممكن ينام مع الكلام جرح شويه، بس تعال نجيبها لاقصى الحدود. عشان كده علاقات الناس دايما هتفضل بتتغير، بس علاقتك مع ربنا هي اللي مش هتتغير. علاقتك مع ربنا ثابته. ربنا دايما بيهدي اللي يجيله في طريقه، ويهدي اليه من اناب. لازم انت اللي تجيله الاول وتنيب ليه عشان هو يهديك. في ناس لما الدنيا تفتح عليه ويبقى معاه فلوس وشغل وعربيه وزوجه حلوه بيفتكر ان ربنا راضي عليه، مع ان ده ممكن يكون نقمه وابتلاء من ربنا. اما لو الدنيا جت عليه وكده فايه يقول ربنا ايه، ربنا اكيد غضبان عليا. مع ان العكس ممكن يكون الدنيا دلوقتي ربنا مش مديك فيها حاجات، مع انك احسن واحد عند ربنا. افهم سنن ربنا، افتح القرآن، اقرا علاقاتك مع ربنا، اقرا ربنا بيعمل ايه مع العبد الصالح، اقرا ربنا بيعمل ايه. علاقات الناس بتتغير، علاقتك مع ربنا ما بتتغيرش. ربنا صفاته ثابته وافعاله ثابته، انما صفات الناس بتتغير على حسب شهواتهم.